صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوفوني في التوقيت ده. بجد وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده بقى يا ولاد معايا فيديو جديد. ايه يا ميرو انت فين النهارده؟ احنا يا ولاد النهارده في مصنع العياشي. المكان في طنطا، مصنع العياش اللي في طنطا. تمام كده. هتعملي ايه يا ميرو النهارده؟ هوريكم الحاجات يا ولاد، المفروشات بتاع العرايس وتجهيزات العرايس للمفروشات، حاجه كده يا ولاد اللهم بارك. عندهم شويه تشكيله فوط ومفروشات حلوه قوي قوي. كمان المكان يعني اسعاره حلوه جدا. فلو انتوا لسه يا ولاد اول مره بتتابعوني وبتشوفوا قناتي، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكوا الاشعارات الجديده كل ما انزل فيديو جديد. فالنهارده بقى هاخدكوا جوله في المكان، بس ما تنسوش الناس اللي لسه بتتابعني لاول مره اكتبوا لي بقى انتوا بتتابعوني منين، وكمان علشان انزل ارحب بيكوا في الكومنتات. وجودكم معايا كالعاده على راسي من فوق، ربنا يخليكوا ليا ويديمكم نعمه في حياتي يا اجدع اخوات في الكون كله. طبعا يا ولاد في ناس كتير ما بيوصلهاش اشعارات، الناس دي تلغي الاشتراك وتشترك تاني علشان يوصلها كل فيديو جديد انا بنزله. فتعالوا كده ناخد جولة في المكان يا ولاد، وكمان الأسعار بتاعتهم يعني في المتوسط وفي العالي وفي الرخيص، يعني مش كله. انتوا عارفين الأسعار بيبقى في أقل ووسط وعالي. فاحنا بنشوف. وكمان كنت بصراحة اليوم ده كمان كنت بشتري من عندهم شوية حاجات لأختي، المفروشات لتجهيزات العرايس. فحبيت أوريكم المكان اللي زي العسل ده. بصراحة المكان جميل جدا جدا. ودي الحفا الفايبر اللي بتاعت السرير الكبير والصغير، بصراحة يا ولاد تشكيلة روعة. كمان الماتريال بتاعتهم حلوة جدا جدا، خامات عالية قوي قوي والوان جميلة واشكال حلوة جدا يعني. تعالوا كده نشوف يا ولاد جولة في المكان، وكمان واحنا بنشتري لاختي ونشوف هنشتري لها ايه النهاردة بصراحة. وعندهم كمان البورنوس والفوط وكل جميع الفوط، يعني اللي هي القطيفة واللي هي العادية، كل حاجة كل حاجة. بصراحة الدفايات كمان عندهم حلوة، مفارش القطيفة ومفارش السرير الشتا بقى. وبصوا الحاجات الجميلة بتاعت الشتا، عايزة اقول لكم شوية تشكيلة شتوي يا ولاد هتنبهروا بيها. دي كمان الدفايات الدفايات اللي هي بالخدادية عاملة زي المفرش، اللهم بارك، حاجة كده جميلة جدا. عايزاكم بقى يا ولاد تصلوا على النبي كتير أوي في الكومنتات. بصوا عايزة الكومنتات كلها تصلوا على النبي كده علشان اليوم بتاعنا بيكون جميل جدا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شايفين يا ولاد الجمال؟ شايفين عندهم كل جميع أنواع المفارش وإطقم السراير، منقوش اللي هو المشجر، سادة، يعني ميكس كده. بصوا حاجة جميلة جدا. كمان دي كوفرتات اللي هي طالعة جديدة اللي بتتحط على الملايات، خفيفة كده وجميلة جدا جدا. كمان دي بطاطين بأشكالها، وفوط بأشكالها، كل حاجة كده. دي المفارش القطيفة. هنشوف دلوقتي كل حاجة مع بعض يا ولاد. أنا كده باخد لكم جولة في المكان، بس إيه على ما ندخل بقى نشتري هوريكم كل حاجة واللطقم الجميلة بألوانها الجميلة والفوط الجميلة. شايفين كمية الفوط وشايفين كمية الألوان والماتريال بتاعهم عالي جدا وحاجة كده جميلة قوي يا ولاد. ده العياشي، مصنع العياشي اللي في طنطا، على طريق محلة منوف. في اول مدخل طريق محلة منوف كده هتلاقوا المصنع على ايدكم اليمين. بصراحة يا ولاد جميل جدا المكان طنطا. هسيب لكم العنوان بالظبط في اول كومنت مثبت للعرايس الجميلة اللي حابة تروح تجيب من عنده. وكمان في عرض العروسة حلو قوي قوي، ويعني هتجيبوا كل حاجة ب20,000 جنيه. وكمان في عرض عروسة ب15 وفي عرض ب17 على حسب الماتريال وعلى حسب نوع الحاجة. دي الفوط النص بشكير، عايزة اقول لكم جميلة قوي قوي، خدنا منها العلبة دي. الالوان انا هوريكم باذن الله لما نروح هعمل لكم بقى الفيديو. احنا جبنا ايه بالظبط، هوريكم كل حاجه يا اولاد احنا جبناها وهوريها لكم بالظبط، يعني هوريكم الالوان كمان اللي احنا جبناها. وكمان خدنا العلبه القمر دي، بصراحه الالوان بتاعتها لقيتها حلوه جدا جدا وكمان زاهيه كده وجميله.
انا بحب بصراحة ان انا اختار الحاجة لاخواتي، هم بيثقوا في ذوقي جدا، وانا بجيب لهم بصراحة كل حاجة على ذوقي، يعتبر انا اللي مجهزة كل اخواتي بذوقي. فقولوا لي بقى رأيكم في ذوقي ايه. هقول لكم دلوقتي الفوط اللي احنا خدناها وهوريها لكم. بصراحة يا ولاد عندهم شوية فوط تشكيلة حلوة قوي قوي يا ولاد. شايفين يا ولاد؟ هوريكم بقى الجمال الجمال. بصوا شايفين يا ولاد العرايس الجميلة بقى، يعني حاجات جميلة بصراحة. شايفين الفوط؟ شايفين جمالها؟ كمان الوانهم حلوة قوي. الفوط دي طالعة جديدة، اللي هي فيها قطعة من القماش حلوة برضو طالعة جديدة. ودي كمان البشاكير، خدنا واحد رمادي وخدنا اللي هو الكشمير، قلت لها خد 2. بصراحة حلوين جدا جدا، وانا كمان بستعملهم للمصايف وحاجات زي كده، فهم حلوين جدا، بيبقوا مع البحر حلوين برضو. هنا يا ولاد برضو الفوط اللي هي العادية اللي بيتنشف بيها بقى، دي العلبة دي بتكون رخيصة، يعني في حدود مثلا 250 300. فجبنا برضو منها 2 علشان خاطر للاستعمال. عايزه اقول لكم ان الفوط الزينه ما تكتروش منها لانها مش بتنشف قوي، والفوط القطيفه عامه ما بتنشفش قوي يا ولاد، دي برضو ايه فكره خدوها، يعني ما تكتروش من الفوط القطيفه، هاتوا علبه واحده بس زينه كده، لكن هي اصلا عامه الفوط القطيفه ما بتنشفش يا ولاد، الحاجات اللي هي الجميله دي هي اللي بتنشف. آه هنا بقى كنا بنختار الفوط، وجبنا حوالي 6 علب، وجبنا العلبة دي كمان الوانها لقيتها حلوة جدا وجبتها. جبنا برضو علبة قطيفة، وجبنا علبة اللي هي النص بشكير، وجبنا البشكيرين اللي هو الرمادي والكشمير. هوريكم بإذن الله كل حاجة بالتفصيل وبالأسعار. عايزة أقول لكم إن الطقم ده يا ولاد تحفة بجد، عجبني جدا جدا. و بس هو بصراحة سعره عالي، كان سعره 2600 جنيه، بس بصراحة جميل جدا. اللي هو بص هو ملاية وفي منه أطفال ملايتين وكوفرتيتين على الملايات كده، شكلهم حلو قوي قوي، وفي منه للسرير الكبير كمان ملاية وكوفرتة. شايفين جماله يا ولاد وحلاوته؟ بصراحة عجبني قوي قوي، لكن كان سعره عالي جدا على انه هو كان تركي. تعالوا بقى نروح للمصري، اكيد يعني هناخد من المصري والتركي. بصوا يعني هنشكل، مش هنجيب كل حاجة سعرها عالي، لا هنجيب من ده ومن ده، وهنجيب من الوسط. ف يعني بصراحة لان الحاجة غالية جدا، فحاولوا ان انتوا يعني تظبطوا جيبوا حاجة الوسط، ما تجيبوش ولا غالي قوي ولا رخيص قوي. تعالوا شوفوا يا ولاد المصري وجماله، والله العظيم جميل جدا. فاحنا برضو خدنا اللي هو واحد من المصري ده، شايفين اللي هي ورته لنا هناك، اللي هو كان بسعره 2600، ده كمان جميل جدا، وكان سعره 1200 جنيه، فيعني النص، اقل كمان من النص يا ولاد. فبصراحة حلوة قوي برضو، وما تطلعوش قوي في العلالي علشان برضو الحاجة غالية جدا. وكمان انتوا عارفين جهاز العروسة يا ولاد، يعني على الاقل خالص هيدخل له والله العظيم في 500 ألف. شايفين يا ولاد دي وجمالها؟ والله حلوة قوي قوي. فخدنا لها دي اللي هي الاوفايت دي، في الكوفرتة بتاعتها المشجرة الجميلة، فبصراحة عجبتني جدا فخدت لها دي. ايه رأيكم بقى؟ قولوا لي رأيكم يا ولاد في الكومنتات. وكمان دخلنا بقى على طقم السراير الكبير، فحبينا نجيب اللي هي السادة والمنقوش، يعني حبينا نشكل لها اللطقم بحيث ان هي يكون عندها الاشكال وكمان في الالوان وكل حاجة. فيا ولاد اللي وصل لغاية هنا ومحطش لايك كتير جدا هزعل منكم قوي قوي. فجبنا لها برضو الطقم من ده، هي كانت بتورينا الالوان بتاعته، فجبنا لها طقم من ده. شايفين يا ولاد جماله وحلاوته يا ولاد؟ بصراحة تحفة، عايزة اقول لكم جميل قوي قوي. خدنا اللون اللي هو الزيتوني. هنا برضو شايفين بقى الالوان دي يا ولاد، حاجة كده جميلة قوي قوي. هنا برضو كنا بنختار حاجة تانية، لان احنا بنجيب من كل موديل حاجة واحدة بس.
كمان الطقم ده عجبني جدا، فقلت لها هناخده. مش اللي هو السماوي، اللي هو الكشمير ده خدنا اللون ده نفس الطقم، بس خدنا اللي هو الكشمير، بحيث ان الالوان انا بحب الالوان دي، والالوان دي جديدة وجميلة. ما تنسوش بقى يا ولاد تقولوا لي انت بتتابعوني من انهي بلد، علشان انزل كده ارحب بيكم بجد. والله العظيم بيسعدني ويشرفني جدا كلامكم الجميل ليا في الكومنتات، فربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي والله. وبرضو اي مكان هروحه واحس ان هو جميل وتستفادوا منه، الناس اللي بتجهز لبنوتاتها الامارات، هصور لكم فيه علشان برضو تستفادوا كمان من الاسعار وكده. الطقم ده تعالوا بقى ندخل على الاطفال. احنا كنا اخترنا السرير الكبير، وزي ما قلت لكم هوريكم كل حاجه بالتفصيل واحنا جبنا ايه لما نروح باذن الله. هنا بقى كنا بنختار الاطقم الاطفال، فحبينا نجيب الاطقم الاطفال اللي هو الساده اللي عليها الرسومات الجميله دي، وكمان جبنا لها المشجر. يعني جبنا ده وجبنا ده، حاولوا تشكلوا كده الالوان وتظبطوا كل حاجه يا ولاد. شايفين يا ولاد القمر والجمال ده؟ اللي الطقمين دول عجبونا جدا بصراحة، الطقم ده والطقم اللي هو التاني، خدناهم الاتنين. وكمان هنشوف برضو حاجات تانية دلوقتي. والطقم ده كان جميل قوي قوي، طقم الأطفال ده أنا بوريكم صورته اهو. شايفين جماله وحلاوته؟ شايفين يا ولاد كل العلب المتقفلة دي، كل دي موديلات ملايات أشكال والوان. بصراحة عجبوني جدا جدا، كل حاجتهم الماتيريال بتاعها حلو قوي قوي، حاجة كده عالية. الطقم ده برضو لقيته حلو جدا، قلت لها هناخده. لقيته الوانه حلوة، اللي هو البينك كده في الرصاصي في الابيض، فلقيته حلو قوي قوي، وكمان هيليق وهينطق مع الغرفة بتاعتها. شايفين يا ولاد؟ شايفين الجمال الالوان؟ شايفين الاصفر الجميل الكناري ده؟ حلو قوي. فبرضه قولوا لي رايكم في الكومنتات، ايه رايكم في ذوقي وفي الحاجات الجميله اللي انا بصورها لكم دي؟ كل الحاجات اللي انتوا شفتوها دي احنا جبناها، اللي هو الطقم الروز الهادي ده في الرصاصي، وكمان جبنا الاصفر وجبنا البصلي والكشمير. وبصوا الالوان الجميله بتاعت العرايس القمر دي. وكمان حبيت ان انا يعني اجيب لها كل موديل شكل، علشان ما يكونش كل الموديلات زي بعضها والالوان مختلفة. لا احنا جبنا من كل موديل شكل والوان مختلفة، ما بصراحة ما قررت لهاش الوان خالص. فبرضو شايفين ده؟ انا بصراحة ما عجبنيش اللون، لقيته لا مش حلو. انا بحب الالوان الهاديه الجميله دي يا ولاد، الحاجات الجميله اللي طالعه جديده دي. كمان البصل ده عجبني جدا، وقلت لها حلو ده هناخده. فقالت لي ماشي. هي بصراحه بتثق في ذوقي جدا وبيعجبها كل حاجه انا بختارها. فربنا كده يسعدها ويكرمها ويسعد كل البنات يا رب، ويا رب كده يحقق لهم كل حاجه هم بيتمنوها، ويسعدهم في حياتهم ويحقق لهم كل حاجه ويكرمهم يا رب، ويا رب يتمم لهم على خير ويكرمهم. وتعالوا بقى هنا كنا بنوريكم الالوان، الحاجات اللي احنا اللطقم اللي احنا اخترناها يا ولاد. بصراحة ما شاء الله اللهم بارك، كلهم احسن من بعض. كمان الطقم ده للسرير الكبير، قلت لها بقولك ايه احنا هناخد ده. فبصراحة كان الموديل حلو قوي، وبعد ما اخترنا كله قلت لها لا هناخد واحد من ده. بصراحة لقيته جميل والرسمة بتاعته حلوة وهادية جدا، فقلت لها تعالي ناخد السماوي حلو جدا. وكان الموديل ده اللي هو فيه جوبير ده بصراحة لقيته جميل. هي بصراحة كنا جايبين اللحفة والبطاطين والدفايات، فجبنا كملنا عليهم حاجات بسيطة، لكن كنا جايين مخصوص لإطقم السرير الكبير والأطفال والفوط، لكن هم دول اللي كانوا باقيين. احنا كل فترة كده بننزل نجيب الحاجات اللي ناقصاها. كمان خدنا طقم الكشمير القمر ده، علشان لونه الكشمير يا جماعة. انا بقولكم كشمير على فكرة، احنا جبنا كشمير كام نوع كام موديل، بس الالوان بتاعتهم انتوا عارفين ان درجات الكشمير مختلفة، فدرجاته حلوة جدا وجميلة قوي قوي. كمان الطقم ده عجبني قوي قوي يا ولاد، شايفين جماله؟ شايفين حلاوته؟ هو ده اللي كان زي ابو 2600 الاولاني ده، المصري بتاعه ب 800 جنيه.
بصراحة حلو جدا يا ولاد. وكمان في ملايتين، واحدة سادة وفي كمان كوفرتة وفي واحدة منقوشة، فلقيته حلو قوي قوي وهينطق كمان على السرير. بصراحة يا ولاد كل جهاز المفروشات بتاع العرايس هتجيبيه من هنا، مش هتخرجي من المكان غير لما تجيبي، لان الحاجة كلها جميلة جدا. دي اطقم الملايات المشجرة والمنقوشة والحاجات الجميلة دي. على فكرة اللطقم دي قطن صافي 100%، حاجات جميلة قوي، وكمان لونها ما بيروحش، لان انا عن نفسي مجهزة منه من 13 سنة. انا واخواتي كلنا مجهزين منه، لان حاجته حلوة قوي قوي بصراحة. شايفين الموديلات، شايفين الاشكال والالوان، كل حاجة حلوة قوي. فبصراحة يا ولاد في برضه عندهم كانت اطقم رخيصة واطقم وسط واطقم غالية. فخير الامور الوسط، ما تعلوش قوي على اهاليكوا، بجد الموضوع بقى غلا قوي قوي يعني. عايزه اقول لكم ان الوسط ده سعره برضه عالي مش رخيص. يعني الطقم ب 500 جنيه، اللي هو اللي انا بقول لكم الوسط، وب 700 جنيه، وانتوا طالعين يعني حاجات برضو مش رخيصة. فهنا برضو الطقم ده قلت لها حلو وعجبني، فقلت لها خديه، لقيت اللون بتاعه حلو كده وعرايسي يعني. بوريكم بقى هنا يا ولاد اشكال اللي هي اللطقم ده، برضو خدناه الرصاصي هنا، في الابيض، في الفوشيا ده الهادي جميل. كمان قلت لها خدي واحد اصفر، قالت لي لا ما بحبش اللون الاصفر. قلت لها يا بنتي خدي الاصفر حلو بينطق على السرير. فقالت لي لا، فقلت لها طب خلاص خدي بقى واحد تاني، يعني يكون برضو لونه حلو كده يبقى ناطق يعني. وكمان قلت لها طب الرصاصي ده حلو، قالت لي طيب تمام حلو، فده جميل برضو، خدنا ده. بصوا يا ولاد موجود كمان الكوفرتات. احنا لسه بصراحة احنا يوميها جبنا اطقم السرير الصغير والسرير الكبير، وكمان جبنا بصوا بقى يا ولاد، عايزاكم بقى تشيروا الفيديو ده لكل حبايبكم كده وجيرانكم واصحابكم، علشان الفيديو كده يوصل لاكبر عدد من الناس، وكمان الناس تستفاد منه من اللطقم الجميلة دي. وكمان عندهم عرض العروسة حلو قوي قوي يا ولاد، هيفيد ناس كتير جدا بتجهز لأولادها والعرايس الأمارات الجمال دول. فربنا كده يا رب يعين كل ام واب على اولادها، وكمان بالذات البنات يا ولاد حاجتهم كتيرة جدا جدا، لكن العريس اللي هو الولد بيبقى حاجته معروفة جدا. فبصراحة البنت بتبقى حاجات كتير أوي في الجهاز، يعني حاجة المطبخ وحاجة المفروشات وحاجة، بصوا كل حاجة يا ولاد، وكل حاجة والنيش. فيا ولاد أنا مصورة لكم كمان، نرجعوا للفيديوهات اللي ورا هتلاقوا كمان تجهيزات العرايس في اللطقم الحلل واللطقم اللي هي بتاعة المطبخ واللطقم النيش والإزاز كله والكاسات والحاجات دي كلها، تلاقيني مصورها لكم في الفيديوهات اللي قبل كده، وكمان علشان تشوفوا الأماكن بتاعة الأسعار والحاجات الجميلة دي. الأسعار بصراحة هنا يعني زي ما بقول لكم كده، في الأقل والوسط والعالي، يعني في كل مكان يا ولاد في كده، في كل مكان في كده. بصراحة في ناس بتجيب، كل واحد بيجيب على قد الحاجة اللي معاه. وكده يا ولاد يكون وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب المكان والفيديو يكون عجبكم ويكون استفدتوا منه بأي حاجة. فما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتشير الفيديو ده لاصحابكم، وسلام.